السلام عليكم اعزائي الكرام. اليوم جبت لكم واحد الوصفه ديال البراليني د اللوز لجميع الحلويات، اعياد الميلاد وجميع يعني الافراح. اذا كناخذوا واحد ربعه ديال اللوز كنديروها في هاد اللاطه اللي كتشوفوا، اللي غندخلوها للفرن لمده 15 دقيقه على درجه حراره 170. كناخذوا واحد الكاسرونه كنديروا فيها واحد الربعه صغيره ديال السكر سنيده، نديروها باش ترجع كراميل. كنديروها فوق النار حتى تاخذ هذا اللون. من بعد كنخويها على واحد كعب ديال الفرن ونخليه يبرد تماما. كناخذوا داك اللوز اللي حمرنا وكنديروه في هاشوار كيف كتشوفوا، كنطحنوه على هذا الشكل وكنرجعوا لداك السكر كنهرسوه اللي ولا كراميل، كنهرسوه على هذا الشكل كناخذوه وكنضيفوه على اللوز اللي طحنا باش غادي نطحنو كذلك هاد الكراميل او السكر اللي ولا خدا شكل كراميل. الا كتشوفوا كناخذوا هاد الشيء اللي طحناه اللوز وهاد السكر اللي درناه كراميل، ومن الاحسن نديروه في طحانه ديال لاطريه باش يخرج لنا داك الزيت ديالو. كنضيفوا له 50 غرام ديال الزيت النباتي وكنطحنو مزيان. اذا لاحظوا هو طلق شويه الزيت كنزيدو نضيفوا ليه واحد المعلقه كبيره ديال الشوكولا ولي اللي ذوبناها في حمام مريم، ذوبناها شويه وغادي كتزيد واحد الاضافه لهاد البخاليني ولذيذ كيجي غزال في الحلويات، يعني في الباتيسري. هذا القوام هو هذا اللي كنحصلوا عليه رائع. يمكن لك تحتفظي به وتغطيه بطريقه محكمه بالصحه والراحه.